مش كامل. البرنامج كامل: استحمام بالماء البارد، دهن زيت الزيتون، الحجامة، الاستغفار، حفظ اللسان وحفظ الوقت بما ينفع، هجر المسلسلات والأغاني وكل ما لا ينفع. ضروري. ما تقولي لي أنا أستغفر وأنا أتفرج مسلسل، وأنا أستغفر وأنا أشوف فيلم ما فيه شيء هو نظيف. لا، ما ينفع. أنت كده قفلتي أبواب التنظيف عندك، لأنه شغلتي عقلك، عبيتي عقلك بما لا ينفع. أنا ما أتكلم عن حلال وحرام، أنا مش مفتية مش شيخة. أنا أتكلم إنه مشاهدة المسلسلات والأفلام والمقاطع اللي ما منها فايدة، لا تنفعك لا في دنياك ولا في آخرتك، هي من باب تعبئة هذا العقل والفكر، وتشغلي بالك بأشياء ما منها فايدة. فعقلك انشغل فيها أثناء الصلاة، تفكري في القصة هذه إيش نهايتها، والفيلم ده إيش نهايته، وإيش صار في المسلسل هذا، وإيش حيصير بعدين. البرنامج باختصار تقول يا زي تقول إيش هو البرنامج؟ البرنامج باختصار: استغفار 30,000 استغفار، 40,000 استغفار، 20,000 استغفار اللي ربنا يفتح عليك فيه بصيغة استغفر الله، من غير استحضار قلب ولا استحضار ذنب. استغفر الله 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 استغفر الله، بهذه الطريقة أو من غير صوت، تحريك شفايف ولسان فقط. هذا أول شيء، هذا أول برنامج، وهذه أهم ركيزة من ركائز البرنامج هو الاستغفار، مع الالتزام بالصلاة في وقتها، أذكار الصباح والمساء، حفظ اللسان من الكذب والغيبة والنميمة وكل شيء يبعدك عن ذكر الله. المسلسلات، الأفلام، جمعات اللي ما منها فايدة، بالذات الفترة الأولى من البرنامج من 2 ل3 شهور أهجري كل شيء. الجلسات اللي فيها غيبة، الطلعات اللي ما لأمها داعي، كل شوي رايحين جايين، رايحين لفلان وجايين من علان، مسافرين سفرات ما لها داعي، أتركيها. أنت في مرحلة تنظيف تحتاجي عزلة، ولو شيء بسيط، ولو 3 أشهر. طيب، يعني مع الختمات المتتالية للقرآن، هذه هو بداية البرنامج. تختمي كل أسبوع ختمة، يعني في اليوم 5 أجزاء. قولي في البداية 3 أجزاء في اليوم، مع الاستحمام بالماء البارد صيفا أو شتاء. الماء البارد لازم تعتمد الماء البارد في الاستحمام، مع دهن زيت الزيتون والمسك مع زيت الشذاب أو زيت الفيجل قبل النوم. ضروري ضروري جدا. والحجامة 2 في الشهر. هذا أبسط ركائز البرنامج. وتبي تنفس وين هوف اللي هو تنفس رجل الثلج 2 بعد أذكار الصباح بعد أذكار المساء. طيب.